يعتبرها اعداديه لاستحقاقات القاريه المقبله، ويعود اخر ظهور لسيليساو شوتنبير الماضي عندما فاز مرتين على منتخب اليابان. انا غادي نستمعوا للنشيدين الوطنيين ونعود. الوطني البرازيلي، وأنا سنستمع للنشيد الوطني المغربي. الملك ينسب على الناشد الوطني المغربي في مباراة كبيرة ومباراة قوية، وقناة الرياضية من قلب الحدث من البرازيل لمتابعة مباراة المنتخب الوطني المغربي ومنتخب البرازيل. أمامنا تشكيلة ديال المنتخب البرازيلي، رقم 1 رؤساء، رقم 2 نبية كحارس، يوسف جواد، سفيان مسران، بلال البقالي، أنس العيان، باقي اللاعبين رضا خياري كحارس، أشرف محمد سعود، فاتي عبد اللطيف، سفيان بوريد، سفيان الشعراوي، سعد كنية، عثمان بوميزو، خالد بوزيد، وادريس الرئيس الفني المدرب والحيطان الوطني، هشام دقيق، هشام مؤنس بالعربيه السعوديه، ربع نهائي كاس العالم، كاس القارات، كلها انجازات مهمه بالنسبه لكره القدم. تلعب تحت الضغط، اعتقد بانه بروفا قويه بالنسبه للعناصر الوطنيه، خصوصا المقبله اللي كتواجهوا بالبرازيل وامام الجماهير ديالو. كنعرفوا بان البرازيل اللاعبين وسط اللي فيرارو كارلوس فاني، اللي رقم 6 لعب ماتيوس سيزار. محاولة خطيرة، تدخل ممتاز للحارس برشلونة. حذاري من الاخطاء في بداية هذه المباراة، استرجعوا اللاعبين ديال المنتخب الوطني ما كاينش هناك خطأ. محاولة خطيرة، تدخل ممتاز للحارس عبد الكريم الانبياء. كنعرفوا كان تدخل امام فيراو وتدخل خطأ بالفعل. جواد ممتاز، يوسف جواد، انطلاقة البحث على لاعب مسرار، فرصة، وكانت فرصة الهدف مرة أخرى. سفيان مسرار تسديدة وتدخل الدفاع لتابع استنار سوراتو دا سيلفا بمدينه تشيباراو، اللي غتكون كذلك فرصه اخرى بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي لمواجهه المنتخب البرازيلي. كان تدخل ممتاز للحارس، فرديات تبع الوجه اللي ضرب به المنتخب الوطني المغربي. نيميز خطيره في عدة المنتخب البرازيلي، خروج ممتاز لاز الرئيس التمريره، البحث على التمريره، ولكن الوطن المغربي بواسطه لاعب اشرف محمد سعود اللي يدرس الرئيس. فرصه الهدف، كانت فرصه ومباراه خطيره، تدخل والكره مرت جانبا. محاوله خطيره لفائده المنتخب البرازيلي، ايجابيه في هذه المواجهه. فرصه خطيره، تسديده، محاوله تسديد وتدخل ممتاز للحارس عبد الكريم الانبياء. محاولة التسديد وتدخل الحارس ممتاز للحارس، مشات لاشرف محمد سعود، ولكن هناك تخلي المنتخب الوطني المغربي، لانه حتى الان هو يحرج منتخب البرازيل. اكيد فمنتخب البرازيل فلقى صعوبه كبيره باش يسجل على المنتخب المغربي، فكاين واحد الاحراج كبير. كنظن بان الاعتماد على الطريقه الدفاعيه اللي واضحه المنتخب المغربي فهي عاطيه الاكل ديالها. فالمنتخب البرازيلي ما لقاش الحلول. كانوا هناك محاولات اللي تصدى لهم الحارس عبد الكريم الانبياء، ولكن لحد الساعه ما شفناش اهداف. امامنا المدرب ماركينوس سافي، 48 سنه،
مدرب المنتخب البرازيلي منذ 2017 درب عدد الفرق البرازيليه ككارلوس باربورا كتوكيدو كبارماس، وكان خدم مكان ديال المدرب الني بيريرا. كان كنعرفوا منه واحد الاستقرار الفني مهم جدا بالنسبه للمنتخبات على غرار المنتخب الوطني المغربي اللي كيعطي النتائج، وهذا اللي كنتابعوا كذلك مع المنتخب البرازيلي. فاتين فيه ما يقدرش يعطيك واحد النتيجه، خصوصا ان اللاعب اللي كنشوفوا لا من الناحيه الهجوميه لا من الناحيه الدفاعيه لا من الضربات الثابته، فهو كل شيء مترابطات، كل شيء كيكون مشتغلين. كنلاحظوا شوف المترابطات اللي كيقوموا بها المنتخب البرازيلي الان، كذلك نقطه القوه اللي عندهم هو دا سيلفا سوي لفائدة المنتخب البرازيلي البحث عن التسديد وتدخل ممتاز من بلال البقالي، ابعاد الكره اللي اشرت. فالضغط عالي كيقوموا به وما كيحاولوش يخليو المنتخب المغربي يحتفظ، ولكن هذه المجموعه الان كنلاحظوا ان مراوغه ممتازه من طرف اللاعب يوسف جواد محاوله فائده المنتخب الوطني المغربي للاعب سفيان مسرار، تدخل وكره في الزاويه. وبالتالي عادي نتابعوا هذه المحاولات وهذه الفنيات والمراوغات، الضربه الثابته. اذا امام الاداره الوطني شاف كيف حديث مع اللاعبين تقديم التعليمات في هذه الدقائق الاخيره انه انهاء الشوط الاول بتقدم وحتى التعادل امام المنتخب البرازيلي سيكون مهم جدا بالنسبه للعناصر الوطنيه امام هذا الحضور الجماهيري الكبير هنا بارينا بروسك. المنتخب الوطني المغربي طموحه كبير خلال تعود بفائدة المنتخب البرازيلي، حذري هذه المحاولات تدخل واسترجاع الكره بشكل ممتاز. مرة أخرى لفائدة اللاعب بلال البقالي. أشرف سعود البحث عن الحلول، سعود من جديد للاعب يوسف جواد أن في مناطق المنتخب البرازيلي تبدا تقصير بين العناصر الوطنيه. بلال البقالي الدقيقة الأخيرة من وقت أصلي لهذه الجولة الأولى، تبدأ المحاولة أشرف محمد سعود، محاولة تسديد فرصة ممتازة، فرصة بواسطة اللاعب أنس العيان كان بإمكانها تعلق شباك الحارس ديغو روساغنيو، ممتازة من طرف لاعب أنس عيان، تسديد قوية. أعتقد بأنه أنا شخصيا أعتقد بأنه مشاك الشباك، خصوصا ان انس عيان كان كيتواجد وسط المرمى، فالتسديده كانت قويه. كذلك اللي عطاه خلى المنتخب البرازيلي بانه شيئا ما يدافعش مزيان، فهو ذاك الاحتفاظ اللي قام به المنتخب المغربي بالكره، خصوصا فاش